جددت جمهورية غينيا يوم الاثنين بالداخلة تأكيد دعمها الثابت والمستمر للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها لمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة باعتبارها الحل الموثق والواقعي الوحيد لحل النزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب غينيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج مورسين دا كوياتي. كما أشاد كوياتي بجهود منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل واقعي وعملي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وشدد رئيس الدبلوماسية الغينية من جهة أخرى على أن فتح جمهورية غينيا لقنصلية عامة لها بالداخل في يناير 2020 يندرج في سياق موقفها التاريخي